السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بأحوال الطقس في الجزائر. اليوم غد ثلاثاء 11 فبراير 2025 والأيام المقبلة بحول الله. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا. توقعات من يوم غد ثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء 19 فبراير 2025. إذا نستهل هذه النشرة بأحوال الطقس المرتقبة ليوم غد ثلاثاء 11 فبراير 2025. نتوقع بحول الله طقس صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة ليلا، مع تشكل الصقيع وارد جدا خاصة على المرتفعات. وهذا الاستقرار سوف يستمر إلى غاية صبيحة يوم الأربعاء 12 فبراير 2025. لكن بداية من مساء وليلة يوم الأربعاء نتوقع بحول الله قدوم اضطراب جوي يخص المناطق الشمالية بأمطار إن شاء الله. البداية تكون بالمناطق الغربية والوسطى الساحلية والقرب منها ليلة يوم الأربعاء، ثم يلتحق هذا الاضطراب بالمناطق الشرقية الساحلية والقرب منها صبيحة يوم الخامس بأمطار إن شاء الله، وأيضا بعض ثلوج مرتقبة على المرتفعات القراص. وهذا الاضطراب سوف يستمر إلى غاية يوم الجمعة 14 فبراير 2025 خاصة على المناطق الوسطى والشرقية الساحلية والقرب منها، والله أعلم. ثم تتحسن الأجواء مساء يوم الجمعة. بالنسبة ليوم السبت 15 فبراير 2025 الطقس سوف يكون صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية والجنوبية. بالنسبة ليوم الأحد 16 فبراير 2025 نتوقع بحول الله قدوم اضطراب جوي، هذه المرة يخص المناطق الجنوبية الغربية بأمطار إن شاء الله، ويستمر إلى غاية صبيحة يوم الاثنين 17 فبراير. أما باقي المناطق الطقس سوف يكون صافي ومستقر، والله أعلم. بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء 18 و 19 فبراير 2025 حسب آخر تحديثات النماذج العالمية تتوقع قدوم اضطراب جوي نشيط مساء يوم الثلاثاء يخص كل المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق بأمطار غزيرة وأيضا بعض الثلوج على المرتفعات العالية. وهذا الاضطراب يستمر إلى غاية يوم الأربعاء 18 فبراير، والله أعلم. عند اقتراب المدة سوف تتضح أكثر وسوف نوافيكم بكل التفاصيل إن شاء الله. هذا كله والله أعلم. إذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.